يسعد صباحكم كل خير. أنا وجهت لقرية النجف بينبع علشان حالة إنسانية صوتها راح يوصل بيد الواحد لحد. زي ما انتم شايفين هذه لجين تعاني من السرطان، شايفين البروز في عيونها كيف؟ أسألكم بالله هذه حالة تنتظر انتظار. شايفين كيف حالة لجين؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن من سعى في علاجها خارج المملكة أو داخلها أن الله ييسر أموره. لجين كفيفة، العين اليمين زينة والعين اليسار زي ما انتم شايفين نسبة البروز في العين كيف؟ هذه حالتها. أتمنى الأب والأم غير إنه يشوف عياله بخير. هذه الحالة قدام عيونكم، ما أقدر أتكلم، الصورة تتكلم أكثر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن سعى في نشر هالمقاطع إنها توصل لأهل الصوت وأهل السلطة لشفائها وعلاجها، إن الله ييسر أمره ووالديه دنيا وآخرة. زي ما أنتم شايفين العين اليمين زي ما قلت لكم زينة، واليسار هذا السرطان، شوفوا كيف مسوي فيها. إلى الآن في البيت بدون أي عبد العزيز يا بعد راسي، إيش تتمنون في حالة لجين؟ إيش أمنياتكم؟ أتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله. على هالحالة يا عبد العزيز فوق 9 شهور تقريبا. وحالتها كذا في البيت؟ كذا في البيت. في عنا وألم عايشين. أكيد. عبد العزيز حتى أمها الآن من حالة لجين تراجع في الصحة النفسية، تعبانة نفسيا. أحط لكم رقم عبد العزيز السنابة الجاية اللي هو خالد طفلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن من سعى في إيصال صوتها وعلاجها سواء خارج أو داخل المملكة أن الله ييسر أمره. هذا رقم جوالي 0545250415. الآن بحط لكم الرقم وأكتب لكم تحت. بيده نفوذ، بيده أنه يوصلها الحالة، يتصل على رقم الجوال. اللي ما بيده شيء يدعي الله سبحانه وتعالى أن الله ييسر لهم من يتسبب في علاجها سواء داخل أو خارج. ساكنين بقرية النجف بينبع، وهذا حال البيت زي ما انتم شايفين. عسى الله يفرج كربتهم دنيا وآخرة.